أزمات كتير بيواجهها الفنانين، أحيانا بيكونوا مظلومين وفي أحيان تانية بيكونوا هم اللي جنوا على نفسهم، زي الفنانين اللي هنتكلم عنهم في الفيديو ده، اللي ورطوا نفسهم في أزمات كبيرة جدا بسبب فيديوهات خادشة. الفنانة غادة عبد الرازق ظهرت في فيديو لايف على السرير في بيتها، وكانت تصرفاتها غريبة جدا. المثير في الفيديو ده إن غادة عبد الرازق أظهرت مناطق حساسة جدا من جسمها. المخرج خالد يوسف كمان انتشرت ليه مقاطع جنسية مع منى فاروق وشيماء الحاج، والفيديوهات دي عملت أزمة كبيرة جدا في الوسط الفني. الفنانة سوسن هارون كانت نشرت فيديوهات ليها وهي بتستحمى، وكانت لابسة قطعة واحدة بس من الملابس الحرير، وكمان اتصورت مع زوج أختها وقالت له يا ريتك كنت اتجوزتني أنا. وبعدها بالمناسبة كان تم القبض عليها بسبب اللي عملته. الفنانة الكويتية هيا الشعيبي كمان واحدة من أشهر الفنانات العرب اللي ودت نفسها في داهية بسبب فيديوهاتها. نشرت هيا الشعيبي مقطع فيديو مخل جدا بالآداب، لكنها أنكرت التهمة وقالت إن حسابها تمت قرصنته من شخص مجهول، وإنها نجحت في استعادة الحساب. وبعد انتشار مقطع الفيديو ده واجهت هيا أزمة كبيرة جدا، وتم منع عرض أفلامها في بعض الدول، ولغاية النهاردة لسه مشهورة بالأزمة الفاضحة دي.